السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلابية الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت هنعملها مع بعض، وهتطلع معانا ناجحة من أول مرة لو اتبعنا الخطوات اللي احنا هنمشي عليها دلوقتي. قرمشة وسفت من جوه، شايفين وسامعين الصوت الجميل ده. ما شاء الله. عايزين الزلابية تطلع معانا بالطريقة دي، ما تطلعش معانا كده ولا تطلع معانا كده ولا تطلع معانا أي أشكال احنا مش حابينها. ركزوا معايا في الطريقة. أول حاجة يبقى معانا حباية بطاطس، هنقشرها ونقطعها ونسلقها كويس جدا في مية. هنسلقها لغاية ما تبقى دايبة خالص. وطبعا معانا 3 كوبايات دقيق، ومعانا ربع كوباية زيت، وبيضة، ومعلقة خميرة، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر، وربع معلقة ملح. هناخد كل المقادير اللي معانا دي هنحطها في حلة. كل المقادير اللي معانا، الزيت والملح والخميرة والسكر والدقيق والبيضة، كله مع بعض هنحطه في حلة، وهنقوم نازلين عليهم بالبطاطس بتاعتنا بعد ما نضربها كويس في الخلاط. نضربها كويس وتبرد ونتأكد انها كلها اتضربت كويس جدا، وهنقوم نازلين بيها على الحاجة بتاعتنا. وهنجيب كوباية مية ونقوم عجنين الخلطة بتاعتنا دي للزلابية الجميلة بتاعتنا دي. هنفضل نعجن فيها يا جماعة حوالي 10 دقايق أو أكتر لغاية ما تعمل معانا عرق، ونتأكد من قوام الزلابية إن هي لا بقت تقيلة قوي ولا خفيفة زي المية بقى، ما تبقاش سايبة. نضرب فيها لغاية ما إن إحنا نقدر نمسكها. لو احتاجت معانا شوية دقيق نديها. بعد ما ضربناها هنقوم حاطينها في كونتينر ونغطيها ببلاستيك، ونقوم مغطينها بفوطة كويسة كده، ونسيبها في الغرفة حسب حرارة الغرفة. ممكن تاخد معانا نص ساعة، ممكن تاخد معانا ساعة أو أكتر. المهم إن حجمها يتضاعف معانا وتخمر كويس جدا. ده من أسباب نجاح الزلابية، إنها تخمر كويس جدا، تتضرب كويس جدا وتسيبها تخمر كويس جدا. إزاي بقى تطلع معانا مقرمشة؟ البطاطساية هي تخليها معاك مقرمشة، يا إما بطاطساية يا إما تحط لها نشا، بس إحنا هنعملها من غير نشا. حطينا لها بطاطساية تدينا طعم وتدينا قرمشة. وحطينا البيضة عشان تطلع معانا من جوه سبونشي وتشرب معانا الشربات بتاعنا، ما تبقاش ناشفة من جوه ومجلدة. طبعا تطلع كلها قد بعضها. ان الزيت بتاعنا يبقى سخن كويس جدا واحنا بنقطع فيه، وان احنا نتحكم في العجينة بتاعتنا او الكور بتاعتنا واحنا بنقطعها. نضغط عليها كده بايدنا لغاية ما تعمل كورة زي ما انتوا شفتوا كده، ونقوم راميين في الزيت بتاعنا، ونقلب كويس جدا واحنا بنقلي الزلابية، بحيث ان ما يبقاش جنب في الزلابياية مستوي والجنب التاني ابيض. لان الجنب الابيض ده لما تحطها في الشربات هتفش معانا وهتبقى مش مكورة كده وشكلها جميل. اول ما نقلي الزلابية بتاعتنا وتطلع باللون الذهبي ده، هنقوم حاطينها في الشربات بتاعنا. الشربات برضو لازم يكون تقيل عشان ما تتخمرش مننا وتضطر. لازم الشربات بتاعنا يكون تقيل. تقيل ازاي؟ كوباية مية عليها كوبايتين سكر وعليهم ليمونة على النار، نغليهم، نحط عصير الليمونة ونحط معاها القشر برضو، ولو عايز تحط سلايس برتقان زي ما انا حاطط كده يديك تيست. ويغلي كله على النار لمدة 10 دقايق. انت طبعا هتزود الكمية بقى حسب ما انت عايز. اسمع بقى الصوت وشوف الشكل الجميل ده. مسقية بقى ما من شاء بره الله. ومن جوه وبتلمع معاك وزي الفل، وتطلع معاك زي ما انت شايف كده بالظبط، حاجة زي الفل. طبعا يا جماعة لا تنسونا من دعائكم وشيروا الفيديو لحبايبكم. وكل سنة وانتم طيبين. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.